ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة يانج أفريكانز اليوم: تفوق ميديام الغاني على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا. وفي نفس المجموعة يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على يانج أفريكانز التنزاني السبت في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات. وأصبح الأهلي في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف، ثم ميدياما في الوصافة برصيد 3 نقاط، وشباب بلوزداد الجزائري في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والمركز الأخير يانج أفريكانز التنزاني دون نقاط. أما بالنسبة لموعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم السبت 2/12/2023، يانج أفريكانز الأهلي المصري الساعة 9 مساء على قناة بين سبورت 6 القطرية. ومفاجأة: كولر يوافق على رحيل ثلاثي الأهلي. وافق السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي على رحيل ثلاثي الأهلي في يناير القادم، ورحب كولر برحيل كل من حمزة علاء ومحمد الضو كريستو ومعتز محمد. جلسة خلال 72 ساعة القادمة: الخطيب يطالب برحيل نجم الأهلي لضم هداف الزمالك. قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف على ملف الكرة في النادي عقد جلسة رفقة لجنة التخطيط مع مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي منتصف الأسبوع القادم. مصادر قالت بأن الجلسة تأتي لإقناع كولر برحيل لاعب الأهلي لمودرن فيوتشر لضم عمر كمال عبد الواحد، خصوصا أن مودرن فيوتشر ما زال يصر على ضم لاعبين ضمن الصفقة. وأضاف المصدر أن الأهلي سوف يعرض على كولر رحيل كريم ندفد ضمن الصفقة، خاصة أن اللاعب طلب الرحيل في يناير بعدما أصر كولر في الاجتماع الماضي على عدم رحيل أي لاعب مقابل عمر كمال.